الوسائل الإعلامية، باش نحاول نكون صوت الشباب ونقول أن هناك بعض الشباب اللي يتخوف من بعث مشاريع خاصة. أعتقد أنه المسألة قبل تحدثوا الأخيان على حوافز وأمور مادية، أعتقد أن المسألة مسألة عقلية وثقافة. يجب أن ندعم ثقافة المبادرة وروح المبادرة نغرسوها عند الشباب باش تكون عندنا مشاريع ناجحة ويساهم الشباب في تنمية بلاده. الأمر مربوط أيضا بحسن استغلال الوسائل الحديثة كالإنترنت للحوار مع الشباب، وفي نفس الوقت استغلال هذا الثورة الاتصالية اللي عرفها العالم، استغلالها من أجل إعطاء صورة حقيقية عن تونس. من هنا أريد أن أسأل، هل هناك استراتيجية لوزارتكم من أجل القيام بهذا الأمر، أنه يكون في نفس الوقت دعم المشاريع المربوطة بالتكنولوجيا الحديثة والاتصالية الحديثة، وفي نفس الوقت أيضا دعم الشباب الذي يريد أنه يستغل الإنترنت من أجل تدعيم صورة تونس؟ شكرا سيد الوزير. شكرا الله فيك. شكرا. الحمد لله في تونس مكانة الشباب مكانة ممتازة. نحتفل هذه السنة بالسنة العالمية للشباب بمبادرة من رئيس الجمهورية الرئيس زين عابدين بن علي. مكانة الشباب اليوم في مجال التعليم، في مجال السياسي، في مجال المساهمة، في مجال التنمية، في كل مجالات الحقيقة تعتبر ممتازة. هذا يرجع الفضل فيه للشباب التونسي في المقام الأول، اللي يبين قدرته وجدارته بهذا. وبفضل هذه الجدارة وبفضل هذه القدرة كان هناك تجاوب سياسي من قبل القيادة، تجاوب من قبل كل أطراف المجتمع، باعتباره أنه بالفعل يشكل هذه المنارة الممتازة المضيئة لتونس الحاضر وتونس المستقبل. لأنه شباب متسلح بالعلم، متسلح بالمعرفة، منخرط في الحداثة، متشبث بالأصالة، متشبث بالهوية، لكن في نفس الوقت يبحث عن التطور، منخرط في ثقافة العمل، منخرط في ثقافة عدم التعويل على الآخر بل التعويل على الذات، وهو يتطور. جيل اليوم أفضل من جيل الأمس، وجيل الغد سوف يكون أفضل من جيل اليوم. هذه سنة التطور واللي يلزمنا نقبلها الكنا ونخدم في إطارها ونشتغل في إطارها. وبالتالي بارك الله فيك أنت ومن خلال في كل الشباب اللي تونسي اللي قاعد بالفعل يساهم في بناء بلاده وفي بناء مستقبل لبلاده. والرئيس زين عابدين بن علي آمن بهذا وله الثقة الكاملة في قدرات الشباب التونسي، لذلك تعددت وتكثفت المبادرات لفئة الشباب، لا من منطلق أنه القيام بواجب سياسي إذا صح التعبير، بل لأن هناك مصلحة لبلادنا ولمجتمعنا في إبراز هذه القدرات الهائلة والكبيرة لدى الشباب، واللي لابد من توظيفها أفضل توظيف، خدمة لمصلحة بلادنا وخدمة لأهدافنا وخدمة لمستقبلنا. الانطلاق إذن بالعمل وبارك الله فيك أنت وقلته، وكل المبادرات الأخرى تنجم تلقى كان القبول الإيجابي بما في ذلك ما تفضلت به. مستعدين تماما نعطيه الصيغة اللازمة إذا صح، إذا لزم الأمر، من أجل أن نوفر المشاركة للشباب التونسي باش يبرز صورة قاعد يقوم به العديد منه. أنا الأسبوع هذا الفارط كنت في قفصة والتقيت بشباب في إطار الاحتفال بيوم العلم في جهة قفصة، وبشباب قاعد يقوم بعديد الأعمال اللي جات في كلمتك الآن.
إعطاء هذه الصورة الممتازة على تونس، لأن الواقع ممتاز في تونس، مش لأنها صورة بعيدة على الواقع. مش معناها كل شيء كامل وكل شيء معناها كل شيء معناها لا، بعيدين كل البعد على الرضا على الذات. المجال العمل مازال كبير وكبير، الطريق مازال طويلة وطويلة، لكن في حاجة إلى إبراز هذه النجاحات، إلى حاجة إلى إبراز الجانب المضيء لمسيرتنا، الجانب المضيء من تاريخنا، الجانب المضيء لإمكانياتنا، لأننا في حاجة دائما وابدا إلى دعم الثقة لدى كل أفراد المجتمع التونسي. حتميتنا لابد نحو تطور، وهذا ما يريده رئيس الجمهورية لتونس، وهذا ما تجاوب عليه المجتمع التونسي والشعب التونسي مع رئيس الجمهورية، وهذا ما نعمل به ولفائدته، في إطار شفاف، في إطار ديمقراطي، في إطار كل التونسيين لهم الحق للتعبير، لقول الكلمة، للتعبير على موقف، للموافقة، لعدم الموافقة. لكن القاسم المشترك بيننا كلنا هو حبنا لبلادنا هذه، خدمة بلادنا، خدمة وطننا، والذود على مصلحتها وعلى رايتها. هذا هو القاسم المشترك. ربما نختلف، ربما رأيك غير، احنا في العائلة الواحدة نختلف في عديد الأحيان. فبالتالي حق لكل تونسي أن يساهم في هذه المسيرة، لأنها مسيرة بالفعل، ومسيرة ممتازة بقلة الإمكانيات. نواصل المسيرة في تونس، وموقفناش، ووصلنا وكملنا، وباش نكملوا إن شاء الله بقدراتنا وبإمكانياتنا. نلقى الشحنة ونلقى الدافع لدى شباب تونس من شبان وشابات اللي هم قاعدين يساهموا بشكل ممتاز جدا في هذه المسيرة. اليوم مسؤوليتنا الكلنا في كل المستويات، في المستوى الحكومي، في المستوى القطاع الخاص، في المستوى المدني، في مستوى الأسرة، في مستوى المؤسسة، في مستوى الأحزاب، في كل المستويات، أن نحافظ على هذه المسيرة، لأنها مسيرة نجاح. وبالتالي مستقبلنا من نجم كان مستقبل أفضل من حاضرنا بالمواصلة في هذه المسيرة. فبارك الله فيك على هذه المساهمة، ومقترحك سجلته، ونجم نشتغل عليه إذا عندك استعداد لذلك. مع الشكر.